دلوقتي انا عايز اشرح لكم حاجتين يعني لازم يتشرحوا عملي بصراحه. اول حاجه الجي تي تي، هي ايه الفكره من الحاجه دي؟ هي ببساطه حاجه جوه وحده الاي سي يو بتعلي الار بي ام شويه لو انا ماشي صلانسيه. اوريكم بتعمل ايه بالظبط. انا دلوقتي جبت الغيار الاول، تمام، حرفيا يعني نركز كده. اما بسيب المكنه ما بتبطلش، يعني انا لميت سبت المكنه ما بتبطلش، لميت سبت المكنه ما بتبطلش اهو، تمام. يعني انا هلم هسيب المكنه مش هتبطل. طيب ايه تاني؟ الموتوسيكل ماشي لوحده صلانسيه بدون اي تدخل، لا بنزين ولا دبرياج. دي حاجه بصراحه الجي تي تي دي يعني هي بجد تكنولوجيا، وبجد فكره كمان في حاجه تانيه بتشتغل على الغيار التاني. يعني انا دلوقتي في الزحمه، تمام، اهو الموتوسيكل ظبط نفسه، انا ماشي على الغيار التاني مش لامس اي حاجه، رافع رجلي من على الفرامل، رافع رجلي من على كل حاجه، هو الموتوسيكل ماشي لوحده. فدي الجي تي تي، تمام. انا دي بصراحه بالنسبه لي حاجه مهمه جدا. تاني حاجه وهي الاسيست كلاتش سليبر. بيعمل ايه بالظبط؟ بيعمل معاك حاجتين. اول حاجه في الطلعه زي ما احنا شفنا، انا دلوقتي اهو بلم الدبرياج حرفيا ممكن المه بصباع واحد اهو، صباع واحد بس حرفيا. ليه؟ هو بيكون في منظومه كده داخليه، المنظومه الداخليه دي بتعلي الضغط اللي بيتعمل من غير سوست كتير. يعني انت الدبرياج ما فيش سوست والكلام ده، هو بطريقه ما مش عايز اخش في التكنيكاليتيز بتاعتها او تفاصيل عشان ما تبقاش معقده، بيقلل الضغط فبيخليك ان انت مش محتاج تدوس قوي جدا، وفي نفس الوقت هو بيبقى عامل الكلاتش بزاويه معينه، فالزاويه دي بتخلي ان هو بيسيب بيبقى سموز اكتر، تمام. طيب تاني حاجه بقى في الاسيست كلاتش الداون شيفت. طيب ايه بقى فكره الداون شيفت اللي في الموتوسيكل ده اللي ليه علاقه بالكلاتش؟ انت لما بتيجي تسقط غيار في الطبيعي اللي بيحصل ان الفرده اللي ورا بتكلبش، تمام. طيب اللي بيحصل هنا مختلف شويه، هو بيكلبش بس مش بيخلي الموتوسيكل يوصل لمرحله ان هو يكلبش منك جامد. تعال اوريكم. دلوقتي هسقط غيار، انا سقطت تسقيطه قويه جدا، ولكن الموتوسيكل ورا نزل السرعه، بس مع ان هو نزل السرعه هو ايه؟ ما فقدش السيطره على نفسه من ناحيه الكاوتش اللي ورا. فدي بصراحه حاجه مميزه جدا وصعب جدا تلاقيها موجوده في اغلب الموتوسيكلات. يعني حتى على فكره الموتوسيكلات الغاليه الحديثه، هي حتى انا فكره اصلا الاسيست كلاتش دي كنت شفتها في فيديو ريفيو على موتوسيكل هوندا كان على قناه فورت 9. فدي بصراحه حاجه انا بالنسبه لي مبهره جدا، يعني فكره ان انت في الزحمه فريندلي جدا. يعني انا مثلا في الزحمه اهو، ده مطلع، تعال نشوف على المطلع تبقى عامله ازاي. ده مطلع اهو، طريق طالع جدا، تمام. انا جايب الغيار الاول مفيش اي مشكله عادي، يعني لميت دبرياج وسبت مره واحده عادي برضه. فالموضوع تحس ان هو بيجنر فريندلي جدا يعني. بس كده.